اعلامي مراد بوطاش نتكلم اللي اتحاد عنابه وانصار اتحاد عنابه. هو في الحقيقه لما نتكلم على اتحاد عنابه ولا نقول اسم عنابه المدينه خاصه الرياضيه نتاسف ما نخبيش عليك، خاصه احنا عشنا الرياضه الجزائريه وكره القدم بصفه خاصه في التعليق، في تغطيه الاحداث، في البلاطوهات. هذا يخلينا نزيدوا نتعلم اكثر. لماذا؟ لانه عنابه عرفناها كمدينه رياضيه، عرفناها كمدينه كرويه، وبالتالي قلنا ممكن فيه تعثر، وهذه توقع في كل دول العالم. فريق ما، نادي ما يتعثر، عنابه ما تعثرتش، ما شفناهاش خلاص لاسباب احنا نعرفوها ولكن ما نعرفوش تفاصيلها كذلك. وبالتالي احنا واش نقولوا؟ مهما كانت معرفتنا، مهما كانت معرفه الجمهور والمناصر العنابي، لابد انه تكون عنابه وترجع بقوه. لماذا؟ لانه ماهوش العنابيين بحاجه الى عنابه، احنا كرياضيين اللي احنا بحاجه الى عنابه. لماذا؟ لانه المدينه الله يبارك، والمنشات الرياضيه الله يبارك، يعني طبيعه المواطن العنابي هنايا يتأقلم مع هذه الرياضة. ولما تكون عنابة في مستوى عالي، فاحنا الجزائر راح يكون عندها نادي يسموه عنابي، ويمشي يمثلنا على الصعيد القاري والعربي. هذا هو الهدف من عندنا. يعني نهضر لك كصحفي مناصر، ماهوش مناصر تاع عنابة، لأنه ما نقدرش نناصر فريق، ولكن مناصر للمدينة وللرياضة العنابية. فلا بد أنه ياخذوا بجد، أقول بجد، رجال عنابة المسيرين الرياضيين، وإن شاء الله يعني يوفقوا في الصعود، وتولي عندنا يولي عندنا نادي لنفتخر به.